الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فإن القرآن الكريم الكتاب العزيز، الكتاب الكريم، هو كلام الله ووحيه أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. هذا القرآن هو الهدى والنور، وهو البشرى والشفاء، وهو البيان والتبيان. إنه للمسلمين قرة أعينهم وربيع قلوبهم وجلاء أحزانهم. إنه المؤنس لوحيدهم والشفاء لمريضهم. إنه لنا الدستور والمنهج. إنه لنا سبب الهداية والرفعة، ولا رفعة ولا هداية لنا إلا به. إنه في قلوب المسلمين جميعا أغلى من الروح، بل هو المفدى بالروح. كيف لا يكون كذلك وهو كلام رب العالمين جل في علاه؟ وإذا تجرأ علج سفيه على كتاب الله عز وجل، فإن مما يوصى به تذكر 5 أمور. أما الأمر الأول، فينبغي أن يعلم أن التعدي على جناب الكتاب الكريم مما تتغيظ له القلوب المؤمنة وتتألم. وكيف لا يكون كذلك وهو تعد على شيء عظيم، جد عظيم. فحق لأهل الإسلام أن يتألموا وأن يغضبوا وأن تغلي الدماء في قلوبهم وتتمعر وجوههم لهذا الفعل الشنيع. ومن لم يجد في نفسه ذلك فليراجع إيمانه، فلربما كان متدثرا بدثار من النفاق وهو لا يشعر. وهذا الغيظ والألم يا إخوته يدعونا معشر المسلمين لمزيد من التمسك به والعمل بنوره وهدايته ونشره ودعوة الناس في المشارق والمغارب إلى تأمله. فإنك إن سألت ما هي أعظم وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل، فإنني أقول إنه هذا القرآن. القرآن وحده شاف كاف في حصول الهداية لمن قرأه وكان منصفا باحثا عن الحق، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وكم أولئك الكفار الذين كان الاطلاع على هذا القرآن الكريم فحسب كافيا في دخولهم في الإسلام، لم يحتج إلى أكثر من أن يقرأ
القرآن أو أن يقرأ صفحات منه، وإذا به يدرك أنه كلام رب العالمين حقا، وأن الذي بلغنا إياه رسول الله صدقا. وهذا الذي يجعل أعداء الله عز وجل أحرص شيء على إبعاد المسلمين عنه. وهذا الفعل الذي نسمع به من وقت إلى آخر من تعدي مجرم أثيم على المصحف راجع إلى أنه يريد أن يغيظ المؤمنين، وأيضا إلى أن فيه غيظا عظيما قلبه يتحرق من هذا القرآن الكريم ومن عظيم أثره على العالمين. فلو لم يكن إلا بإحراقه ليشفي نفسه من ذلك الغيظ الذي أصابه. فينبغي أن ندرك إدراكا صحيحا أن هذا القرآن الكريم من أعظم أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم. فما يكون من هذه الجرائم الشنيعة التي تقع من أعداء الله عز وجل، ما يكون منها ينبغي أن يكون دافعا لنا إلى نشر هذا القرآن الكريم ودعوة الناس إلى تأمله وتدبره. الأمر الثاني، هذه الوقائع التي تقع ينبغي للإنسان إذا وقعت أن يتأمل فيما في أعطافها من العبر، مما فيها مما يقدره الله سبحانه وتعالى من حكم عظيمة، وكيف أنها تدلك على شيء من آثار صفات الله عز وجل. تأمل ما في هذه الحوادث من اتصاف الله عز وجل بالحلم، وأنه لم يعجل جل وعلا، وهو الذي الأمر كله بيده، لم يعجل بعقوبة هؤلاء. تأمل في حكمة الله في وقوع مثل هذا الأمر، وأنه ينطوي على ابتلاء لنا معشر المسلمين لينظر سبحانه كيف نصنع ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تأمل ما في هذه الوقائع من اتصاف الله عز وجل بالمكر، وهو يمكر بأعداء الله الذين يمكرون بدينه ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الله عز وجل يملي لهم ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ليبشر هؤلاء بعذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين. الأمر الثالث، البشارة لنا معشر المسلمين أن هذا القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اعملوا ما شئتم
فوالله إن هذا القرآن محفوظ. في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه فيما أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه، وهو حديث طويل، وفيه يقول جل وعلا: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، هذا كتاب محفوظ في الصدور باق على مر الدهور، فأبشروا بما يسوءكم يا أعداء الله. أبشروا بأن هذا المصحف تطبع منه ملايين النسخ سنويا. أبشروا بأن ترجماته تطبع ألوفا مؤلفة كل عام. أبشروا بأن حفاظه في مشارق الأرض ومغاربه يزدادون يوما بعد يوم. إن كان يغيظكم هذا القرآن والعناية به، فأبشروا بزيادة من هذا الغيظ، والله لن تجدوا إلا ما يسوءكم. الأمر الرابع، تأمل يا رعاك الله فيما أخبر الله جل وعلا عن هذا القرآن بأنه كتاب عزيز. هو كتاب هداية، ولكن لا ينال هدايته وما فيه من الخير والنور إلا من أقبل عليه متواضعا منصفا من نفسه باحثا عن الحق، وإلا فإنه نفسه سيكون سبب خسارة وشقاء للمستكبر عنه، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. هذا الكتاب أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بهذا الأمر العجيب، أنه هداية لقوم وسبب ضلالة لآخرين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الأمر الخامس والأخير، مهما أجلب أعداء الله عز وجل، فاعلم يا أيها المسلم أن العاقبة للمتقين. والله ليتمن ربنا هذا الأمر، والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذا قال الكافرون اعلوا هبل، فإن المسلمين يقولون الله أعلى وأجل. فاللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم من تعدى على جناب هذا الكتاب الكريم، اللهم فاحرق قلبه وشل أركانه واجعله عظة وعبرة لغيره يا سميع الدعاء. اللهم ارفعنا بهذا القرآن، اللهم ارفعنا بهذا القرآن، اللهم ارفعنا بهذا القرآن.